مكون واحد أو مكونين، نفس الطريقة نفس الخطوات ونفس التكنيك، اختلافات بسيطة خالص عشان نعمل الزبادي البلدي يكون كريمي وغني، والزبادي اليوناني واللبنة سواء عايزين اللبنة الكريمية أو اللبنة المكورة. طبعا أول وأهم مكون معانا هو اللبن عايزينه يكون دسم من لبان موثوق، بلاش نجيبه من السوبر ماركت. أول خطوة إن احنا هنغليه ونسيبه يغلي لمدة 10 دقايق تقريبا، عايزين نتخلص من أكبر كمية سوائل فيه. طب ازاي نغليه من غير ما يفور؟ بنحطه على نار متوسطة، أول ما نلاقي إن هو هيبتدي يفور بنهدي النار ونديله تقلبتين 3 كده، ولو سبناه بعدها 10 دقايق ربع ساعة عمره ما هيفور، بيفضل يغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما يغلي لازم بيدفى لدرجة ان انا استحمله بصباعي 10 ثواني او بالارقام من 45 ل 50 درجة مئوية. تاني مكون عندي هو الزبادي، يعني نجيب زبادي بلدي، يكون زبادي يكون احنا عاملينه قبل كده. في انواع برضو في السوبر ماركت بتطلع زبادي حلو قوي، بس في انواع بتطلع زبادي مش احسن حاجة، فالاحوط ان احنا نجيب زبادي من عند لبان واثقين فيه. هكتب لكم بالظبط عيار الزبادي تحت في الكابشن. بندوبه في شويه لبن، بعدين نحطه على كميه اللبن الدافي بتاعنا، نقلبهم كويس وصبوهم بقى في اي طواجن اي برطمانات ازاز زي ما انتوا عايزين. ولو الجو برد يستحسن ان احنا نحطهم في حمام مائي دافي علشان يسرع معانا عمليه التخمير. هنسيبهم في الفرن او اي مكان دافي مقفول لمده 6 ساعات او 8 ساعات، والاحسن نسيبها طول الليل. وكده احنا عملنا اول حاجه خالص هو الزبادي البلدي في البيت. عشان بقى نحوله لاي حاجه تانية، اول حاجه نعملها لازم نخليه يسقع كويس. وعشان نعمل الزبادي اليوناني شاشه ومصفى ونسيبه يتصفى في التلاجة لمده 6 ساعات تقريبا. بعد 6 ساعات بيكون عندنا زبادي يوناني كريمي ودسم. هسيب لكم تفاصيل اكتر تحت في الكابشن، ولو حسيتوا ان هو طيل منكم زياده عن اللزوم ممكن نخففه بالشرش اللي احنا بنصفيه من الزبادي. تالت حاجة هنعملها هي اللبنة، نفس طريقة الزبادي اليوناني باختلاف ان احنا هنزود معلقة صغيرة من الملح ونقلبها كويس في الزبادي بتاعنا. شاشة جبن ومصفى ونسيبها برضو تتصفى في التلاجة، هتاخد وقت اطول شوية تقريبا من 10 ل 12 ساعة علشان نطلع منها اللبنة الكريمي. الفرق ما بين الزبادي اليوناني واللبنة هو الملح ومدة التصفية، الحاجتين دول كافيين ان هم يعملوا فرق كبير جدا في الطعم. وطبعا تقدروا تتحكموا في حدوقية اللبنة اللي انتوا عايزينها، بس يفضل بعد ما تكون اتصفت مش قبل ما تتصفى علشان الطعم بيتغير. اللبنة الكريمية دي تقعد معانا في التلاجة لمدة 10 ايام او اسبوعين تقريبا، بشرط ان هي تكون في علبة محكمة الغلق. نفس اللبنة دي لو سيبناها في التلاجة تتصفى من 12 ل 24 ساعة هيبقى معانا لبنة ناشفة جدا. هي دي اللبنة اللي بتبقى متكورة ومحطوطة في زيت زيتون. في بعض البلاد بعد ما بيكوروها بيسيبوها تنشف في الشمس شوية علشان يقدروا يخزنوها لأطول فترة ممكنة. طبعا مش كلنا عندنا المساحة اللي نقدر نعمل فيها كده، أهم حاجة ان احنا نتأكد ان هي اتصفت كويس قوي في التلاجة قبل ما نكورها. ولو لا قدر الله لاي سبب من الاسباب طلع الزبادي بتاعكم مش متماسك قوي، حطوه في الخلاط وحطوا عليه اي مربى بتحبوها وبقى عندكم احلى زبادو. هكتب لكم تحت في الكابشن ايه اكتر اسباب شائعه تخلي الزبادي بتاعنا مش متماسك وازاي نقدر نتفاداها. طولت عليكم شويه بس اتمنى الفيديو يكون مفيد ويعجبكم، وبس كده.